أكبر غلطة في السوق إنك تفتكر المستوى اللي السعر كسره خلاص انتهى دوره. في التحليل الفني في قاعدة من أصدق القواعد فعلا اسمها تبادل الأدوار. يعني إيه؟ يعني السعر لو كسر المقاومة وطلع فوقها فالمقاومة ممكن تتحول بعد كده لدعم، ولو السعر كسر دعم ونزل تحته فالدعم ده ممكن يتحول بعد كده لمقاومة. ودوت مش كلام نظري، ده بيحصل لأن الناس نفسها بتغير قراراتها بعد ما المستوى بيتكسر. يعني مثلا لما السعر يكون واقف قدام مقاومة ومش قادر يعديها، ناس كتير بتبيع عندها وبتقول كفايه كده، لكن اول لما السعر يخترق المقاومه ويطلع فوقها الناس اللي باعت بتبدا تندم وبتستنى اي نزول علشان تدخل تاني. وفي نفس الوقت ناس تانية ما لحقتش تدخل من الاول بتقعد تقول يا ريت السعر يرجع للنقطه دي علشان ارجع اشتري. بس قبل ما اقول لك ليه ناس كتير بتتعلق هنا، اعمل فولو علشان تشوف محتوى اكتر عن التداول بدون اي تعقيد. هنا بقى النقطه المهمه، لما السعر يرجع يختبر المستوى القديم يتفاجئ بطلبات شراء كتير جدا مستنياه. ساعتها بقى المقاومه اللي كانت بتمنعه ان هو يطلع تتحول لارضيه تسنده وترفعه تاني، والعكس صحيح. لو السعر كسر الدعم ونزل تحته، الدعم ده بيتحول بعد كده لسقف يصعب على السعر ان هو يعدي، وده لان اللي كان شايف المستوى ده فرصه شراء بعد الكسر يبدا يشوفه فرصه خروج او بيع. يعني نفس الرقم لكن وظيفته اتغيرت تماما. وده من اهم الحاجات اللي لازم تفهمها في السوق، لان ناس كتير جدا بتشوف السعر رجع للمستوى وتدخل عكس الحركه من غير ما تفهم ان المستوى دوت نفسه خلاص بدل دوره. وده السبب اللي بيخلي الناس تدخل متاخر او تتعلق وهي فاكره ان هي بتشتري من نقطه امان، مع انها اصلا بتشتري تحت مقاومه جديده. يعني مش مطلوب منك انك تحفظ اسم المستوى بس، المطلوب منك انك تفهم هل المستوى ده لسه بيشتغل بنفس الوظيفه بتاعته ولا السوق بدل دوره. لان السوق مش بيتعامل مع الخطوط قد ما بيتعامل مع سلوك الناس ورد فعلهم على الاسعار المهمه. خلينا اديك مثال واقعي. تخيل ان في قلعه اللي هي سيتادل قدام طريق جيش، كانت منعاه ان هو يعدي طول ما هو براها، فهي عقبه دلوقتي قدامه. لكن اول لما يدخل القلعه دي ويسيطر عليها، نفس القلعه هتتحول من عقبه لحصن بيحتمي بيه. ودوت بالظبط اللي بيحصل في السوق. المقاومه بعد اختراقها ممكن تبقى دعم، والدعم بعد كسره ممكن يبقى مقاومه. اسمع الخلاصه من اخوك درويش. تبادل الادوار يعني ان المستوى السعري ممكن يغير وظيفته بعد الكسر. المقاومه المكسوره ممكن تتحول لدعم يسند السعر، والدعم المكسور ممكن تتحول لمقاومه تصد الصعود. وفهم القاعده دي بيساعدك تعرف امتى تدخل باقل مخاطره وامتى تبطل تتعامل مع مستوى كانه لسه بيشتغل بنفس الشكل القديم. بس عندي سؤال لك انت بقى، انت قبل كده اتعلقت لانك اعتبرت مقاومه مكسوره مجرد رقم، ولا اشتريت عند دعم وما خدتش بالك انه بقى مقاومه؟ اكتبها في الكومنت.